تواصل معي أحد الأشخاص وهو رجل كان يعيش بتركيا مع عائلته، كان ينتظر اللجوء حتى يطلع إلى كندا، وكان يعيش مع عائلته أنه باستقرار وأمان. انه بعد الهجرة تعرفون انه تطول وتاخذ وقت، وخاصة لازم تدفع اموال حتى تحصل على الهجرة الى كندا. يقول انه كنا عائلة متماسكة جدا وجميلة ونعيش في تركيا، يعني لا توجد اي مشاكل. يقول بعد وصولي الى كندا لاحظت انه انا وزوجتي بدأت المشاكل تزداد معي، يعني كانت انه اشوف انه قامت ارتفع المشاكل معها وقامت تزداد. وبعدين اكتشفت انه مرتي تحاول تنفصل عني في كندا. فيقول اني ما اعرف انه شنو السبب، انه ليش ما طلبت الانفصال في تركيا. فيقول بعد انه البحث والشيء انه افتهمت انه هذا الشيء ده يحدث كثير بكندا، لكن ما اعرف شنو اسوي وشنو الحل انه اعمله بهذا الموضوع. هل يا ترى اترك كندا؟ هل انه اغير الولايه في كندا؟ هل بسبب الطقس؟ يعني ما اعرف انه شنو السبب. ليش من كانت في تركيا عائلتي كانت متماسكه، ليش من انه وصلنا لكندا العائله راح تتفكك؟ ما اعرف شنو اسوي، ليش انه هذا الشيء اللي يصير معي. واتمنى انه تشارك قصتي واعرف شنو اللي يصير. تحياتي.